بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين الطيبين. أحبتي الكرام، إن شاء الله سيكون هذا الفيديو هو التحدث به عن الأخطاء الشائعة بين الناس، وهذا الفيديو راح يكون هو عن موضوع العطاس. طبعا كلكم تشوفون أخواني، يعني احنا يوميا يجوز واحد فينا أكثر من 5 مرات أو 6 مرات أو 4 مرات يعطس، مو شرط يعني. طيب هنا هسه عندنا الشائع بين الناس إنه العطسة يتشائمون منها. نعم، الشائع بين الناس إنهم يتشائمون من العطاس، وأقول البعض يعني إذا كان هو ذاهب في مشوار خاص معين وعطس، بعد أساسا ما يتحرك يأجل المشوار، خصوصا إذا عطستين. احنا أهلنا قبل يقولون هاي بشهادة، يعني انه قلت تروح وهاي عندي شهادة، يعني انه الشهادة هي العطسة يعتبرها شهادة، انه مرة تكون مبنية على الصدق، ومرة تكون مبنية على الكذب، ومرة تكون مبنية عن باب النصيحة. يعني مرة تكون انه اذا واحد كان يسولف له سالفة وواحد قال له والله انت اعتقد جاي تكذب وعطس بهاي اللحظة، قال له شوف مو قلت لك انا عطست. هاي موجودة عندنا، يعني لا احد يقول ما موجودة، هاي موجودة عندنا بين الناس. ومرات تكون على الصدق، واحد يتكلم فيعطس، من يعطس يقول شو يقول هاي شوفوا هاي شهادة انه هذا عطس او انا عطست، فانه الموضوع صحيح. وبعض الاحيان تكون عن نصيحة، يا بلا تروح لفلان مكان مثلا كذا وكذا، وبالصدفة عطس واحد من القاعدين، ايضا يقوم واحد ينصحه يقول له شوف ما طول صارت بي عطسة اقعد اجل الموضوع. اخواني هاي يعني هذا امر هو من الاخطاء الشائعه بين الناس، انهم يتشائمون من العطاس، فهذا هو التطير، والتطير مرفوض عند اهل البيت. زين، التطير مرفوض عند اهل البيت. فيا اخواني، فلا يوجد حديث او روايه وردت عن اهل البيت عليهم السلام او في اي كتاب معين لأي طائفة يتكلم بها أن العطاس هو تشاؤم، وإنما ورد العكس من ذلك عن أهل البيت عليهم السلام، عن الإمام الرضا، أن العطاس هو من الله عز وجل. نعم، هو من الله عز وجل. زين، واللي يتثاوب هذا المثاوب، واحد اذا شاف مرات اللي ناعس كذا او جاي يسولف وواسطه تجي او يقرا قران فهو من الشيطان. يعني شوف العكس، لكن الاخطاء عند الناس يعني قلبوها بالشيء الغلط. طيب هنا يقول والعطاس ايضا، والعطاس هو من الله تعالى، بل العطاس هو تذكير الانسان في الله. وانت جاي تشوف الانسان من يعطس وكل جسمه يهتز، شو يقول؟ الحمد لله والشكر، وانت تقول له رحمك الله او اتابكم الله. فبهاي الحاله ايضا هو ذكر لله. طيب بعد، والعطاس للمريض دليل العافيه وراحه البدن. هاي طبعا ايضا مذكور عن اهل البيت. والعطاس للمريض دليل العافيه وراحه البدن، الا اذا تعدت العطسات 3، إذا عطس 3 مرات فهذا دليل عن المرض. يعني إذا عطست 3 مرات فهذا دليل أنه أكو مرض عندك معين. هسه المرض مرة يكون انفلونزا، مرة يكون فيروس معين، مرة يكون جيوب أنفية أو حساسية عندك. هسه عدة الأمراض ما شاء الله احنا هسه. لكن إذا كانت عطسة أو عطستين فهذا يدل على شنو؟ على أنه هذا البدن هو معافى، وإذا كان مريض راح يتعافى. هذا في رواية أهل البيت. أما العطاس هو تشاؤم فلا صحة لذلك. لا تنسوني من دعاكم، رب يحفظكم إن شاء الله. إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه.